السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم ابريوات مالحين الصراحه اللي كيجيو اكثر من رائعين. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب نتاعكم، والى عجبتكم الطريقه بالفعل ما تنسوناش بلي لايك الفيديو، كذلك الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. كذلك ما تنسونيش بشي كومنتير زوين بحالكم. بسم الله على بركة الله. يلا ندوزو الطريقة مع ذكر المكونات. بسم الله على بركة الله. كيف كتلاحظوا هنايا عندي واحد جوج ديال البصيلات اللي كبارين هكذا شلطتهم. عندي هنايا واحد جوج صدورة نتاع الدجاج اللي قطعتهم هكذا رقاق، يعني الا كنتو بغيتو ديروا بلادان يمكن لكم انكم ديروهم بلادان. عندي هنايا المعدنوس مقطع، عندي الزيتون مقطع، عندي هنايا الفيرميسيل اللي راني مرقداها في الماء. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا في هذا المقلاة، غادي نضيف زيت المائده وزيت الزيتون، يعني عندي هنايا شروكين في هذه القريعه. عندي كذلك السمن البلدي او الزبده البلديه، مهم السمن اللي يكون هكذا شويه حار. غادي نضيفو حتى هو هنايا في هاد الحشوه. الصراحه راه كيعطيها واحد اللذه البنات اللي زوينه بزاف. صافي دابا غادي ندوز نرد هاد المقلاة تشحر معايا. صافي هنايا في هاد الاثناء درت مقلاة على البوطه. صافي دابا غادي نخلي هاد الشيء هكا حتى يتقلى معايا مزيان. صافي كيف كتلاحظوا معايا هنايا البصيله واللحم يعني دخلوا الخيار. صافي دابا غادي ندوز باش غادي نضيف التوابل اللي هي الفلفل الاسود راس معلقه، القرفه راس معلقه، سكينجبين راس معلقه، التوابل ديال البسطيله راس معلقه، التحميره راس معلقه، الملحه نصف معلقه، الخرقوم راس معلقه. صافي غادي نضيف التوابل وغادي نضيف القزبر والزيتون. ضفت هنا الزيتون والمعدنوس وضفت العطريه. دابا غادي نضيف هاد الفيرميسيل اللي رطبتها في الماء وصفيتها وقطعتها. صافي دابا غادي ندمج هاد المكونات. بالنسبه للبنات غادي نضيف واحد البيضه، يعني غادي تجيكم غريبه ولكن الصراحه البنات راه كتعطيهم واحد اللذه اللي كيجيو بها زوينين. وغادي نضيف ليها صوص صوجا واحد المعلقه صغيره هكا مزيان على هذا الشكل. وغادي ندوز باش غادي نخويها فوق هذا الخليط، وغادي نحرك مزيان. في دابا من بعد ما يعني طفيت على الحشوه نتوما كتشوفوا كيفاش جات. الصراحه البنات جات معلكه، وديك البيضه الصراحه اللي كنضيفوها فيها راهي كتنشفها من الماء، كتخلي فيها غير زويته. الصراحه كتجي رائعه هاد الحشوه، غير جربوها غادي تعجبكم بزاف. بالنسبه اللي بغات تضيف واحد الضامه ديال الحوت تضيفها، راه كتعطي حتى هي واحد اللذه زوينه. اللي كانت عنده يعني متوفره، اللي ما كانتش عنده متوفره يعني بلاش. واللي بغات تضيف هكا الفرماج الحمار محكوك تضيفو. انا ما غادي نضيف لا فرماج ولا ضامه، يعني هكا اللي بغا يضيف داك الفرماج ولا ضامه الحوت الصراحه راه كتعطي واحد اللذه اكثر. صافي دابا غادي نخليها حتى تبرد معايا. من بعد ما غادي تبرد عاد غادي ندوز باش غادي نعمر بها. صافي دابا هنايا البنات عندي الحشوه بردات وعندي الورقه بالنسبه ليا صوبتها هنا غير في الدار، وجاتني يعني هكا صغيره بحيث المقلفه صوبتها صغيره. المهم اللي بغات الطريقه ديال الورقه راها على القناه، يعني راه ناجحه 100%. صافي دابا غادي ندوز هكذا باش غادي نشكل هاد البريوات. بسم الله على بركه الله. غادي نهز واحد الطريف بحال هكا وغادي ننزلو، وغادي ندير هنا واحد شويه نتاع الحشوه. غادي نشدو هاد الطرف على هاد الطرف، يعني قطعت الورقه انا غير على جوج. الا كانت عندكم نتوما الورقه كبيره قطعوها يعني تكون هكا مستطيلات. صافي بالنسبه هنايا عندي خليط ما بين الماء والدقيق. غادي ندير هنا واحد شويه هكذا. صافي وغادي ننزل هاد البريوه هكا على هاد الشكل. غادي نحاول نقادها من الجناب
يعني انا الورقه جاتني صغيره، يعني الا كانت عندكم ورقه كبيره غادي تشكلوهم يعني كيف ما بغيتو. صافي شكلت هكذا هاد البريوات، يعني جاوني هكا على هاد الشكل. صافي غادي نبقى نشكل ونحط في واحد الطبسيل حتى غادي نساليهم كاملين بنفس الشكل. صافي دابا البنات كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما شكلت هكذا البريوات وساليتهم، صافي بديت كندهن فيهم هكا بالزبده اللي دايبه. غادي ندهنهم هكا مزيان من الفوق على هذا الشكل، وغادي ندخلهم للفران ونقصلهم ونخليهم حتى يتحمروا معايا مزيان، وتشوفوا ان شاء الله في طبق تقديم. غادي ندخلهم للفران، نتوما بغيتو تقليوهم ولا يعني اللي بغيتو ديروهم لا ديروهم في الفران ولا داكشي يبقى لكم اختياري. صافي غادي ندوز نديرهم في الفران بعد ما ان شاء الله يطيبوا، تشوفوهم ان شاء الله معايا في طبق تقديم. المهم هادو هما البريوات نتاعي بعد ما طيبتهم جاو هكذا على هذا الشكل. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب نتاعكم، والى عجبتكم الطريقه ما تنساوناش باللايك الفيديو وكذلك بالاشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وكنشكركم بزاف بزاف على التعليق ديالكم الزوينه، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.